ركز معايا بقى في الحته دي. سنه 2011 حصل واحده من ابشع الكوارث الطبيعيه في العصر الحديث. حصل زلزال، مش بقول لك بقى قوه 7.5 ريختر، لا انا بقول لك 9 ريختر، ده الزلزال. وبعد كده تسونامي. التسونامي جه دمر الدنيا، فادى الرحمن الرحيم كده في 18500 واحد بين قتيل وبين مصر. الموضوع انتهى؟ لا، ما انتهاش عند كده. كان في محطه وقود نوويه موجوده في فوكوشيما. حلو. اللي حصل بسبب الزلزال والتسونامي اللي جه على اليابان، حصل في المحطه النوويه دي انصهار في الوقود النووي، فادى لانفجار 3 مفاعلات نوويه. انت مستوعب الفكره اصلا؟ يعتبر ده تاني ابشع انفجار نووي بعد اللي حصل في تشيرنوبل في اوكرانيا سنه 1986. وعلى فكره باي ذا واي، انفجار تشيرنوبل ده كان انفجار مفاعل واحد. انت بعد كل ده مش عايز اليابان تخاف؟ ده عمرها ما ترفع التحذيرات اصلا. يعني على قد ما قدرت حاولت افهمكم ايه الموضوع. ويا جماعه لو ليكم حد في اليابان طمنوا عليه، دعواتكم لليابان ودعواتكم انه ما يحصلش تسونامي. وبس كده، هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله النهارده. اتمنى اكون فدتكم باي حاجه. لو عجبكم الموضوع وعايزيننا مثلا نتكلم عن انفجار مثلا محطه الوقود النووي في فوكوشيما، عايزيننا نتكلم عنها، ما عنديش اي مشكله. قولوا لنا في الكومنتس تحت. عندكم اي سؤال هنرد عليكم. ما تنسوش زي ما قلت تاني باللايك والفولو والسبسكرايب، عشان ده اللي بيخلينا نستمر يا جماعه. بس كده، سوري وا ايجو داس جا ماتانه.